السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيفك شيخ لباس؟ حياك الله، الله يسلمك. في عندي سؤال. اي تفضل. هل ولاية علي مهمة حتى ندعو علي ولا ندعو الله؟ يعني شلون نقول يا ولاية علي. علي مهمة؟ وهذا أكثر من سؤال يعني هذا. يعني هل لأي درجة مهمة أنه نقول يا علي ولا نقول يا الله؟ يعني هو الله أمر، قال عندما تدعوني فاجعلوا وسيلة بيني وبينكم. الله هو الذي أمر بذلك. آه، يعني لماذا في القرآن الكريم لم يذكر علي ولا مرة مع كل هذه الأهمية؟ ذكر فرعون وهامان، ذكرت كل الأصناف، لماذا لم يذكر علي وهو بهذه الأهمية وصفات الربوبية؟ مو أنت ما يصير تسأل هيك سؤال من هذا النوع. أنا ما أقول لك إن ذكرت البقرة، إن ذكرت الدودة، ولم تذكر مثلا عائشة، لم يذكر أبو بكر، مع أنهم بتلك الأهمية المبغض لهم كافر. ما يصير تسأل هيك يعني سؤال، يعني سؤال مو صحيح. نحن لا ندعي عائشة أو ندعي حتى الرسول، لا ندعي بالرسول، نحن نقول يا الله فقط، الاستعانة بالله، إياك لا، مو نعبد أنت. وإياك نستعين. أنت عندك استعانة بغير الله، هو النبي علمكم على هذا الشيء. استعانة بغير الله في أفعال الخير، وهي الاستعانة بالصلاة، لا لا، واستعينوا استعانة بالصبر بالنبي والصلاة، والدعاء استعانة بأفعال بالنبي. الخير أو الاستعانة بالله. لا لا، استعانة بالنبي. لا يجوز حتى ابن الدعاء عمر، بالنبي. حتى ابن عمر كان ينادي يا محمد من أجل أن يشفى. النبي هو في نفسه سورة علمكم هذا البقرة، الدعاء. أطلع لك الدعاء في اللي سورة علمكم النبي البقرة إياه. إيش بيها سورة البقرة؟ تفضل تفضل. خل أطلع لك هذا الدعاء، والنبي بنفسه يعلم أنه تدعو وتتوسل بالنبي وتجعله وسيلة بينك وبين الله. فهنا عندما جاء هذا الكفيف، يعني الذي لا يستطيع أن يرى، الأعمى احنا نعبر عنه، علمه هذا الدعاء. شنو هذا الدعاء؟ خلينا نشوف شنو هذا الدعاء. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. فإذا كان هذا شيء غير جائز فالنبي هو من أجازه. قبل سورة البقرة بس نجي لهذا الدعاء اللي علمنا النبي، علمنا على الشركيات. هذا مسند الإمام أحمد بن حنبل، حققه جملة من المحققين اللي هم محمد نعيم وشعيب الأرنوط وإبراهيم الزيبق وعادل المرشد بالجزء 28. إذا جينا إلى الصفحة 478، طبعا المحققون الأربعة يقولون إسناده صحيح. هنا حديث عثمان بن حنيف، عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر، يعني ما يشوف، أتى النبي فقال ادعوا لي أن يعافيني أن يعافيني الله. يعني قال إن شئت دعوت لك وإن شئت أخرت، وإن شئت أخرت ذلك فهو خير. فقال هذا الكفيف قال ادعوه يا رسول الله، فأمره أن يتوضأ. ما دعا، علمه هو الدعاء، قال روح ادعي به. أمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء. بعد النبي يعلم على الشركيات. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد. هذا النبي جاي يعلم على الشرك، يعلم يقول يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي فتقضى لي، اللهم شفعه فيه. فهذا النبي جاي يعلم على الشركيات وعلى الكفر والتوسل والتشفع بالنبي. شنو صار بي عمي؟ آسفين إذا هيك. ألو. اسمعني. ها إيه سمعك، عبالي صار وياك شيء. في سورة البقرة فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إيه صحيح. هو أنا أقول أنه النبي مشرك، يعني يخالف القرآن. القرآن يقول إني قريب وأجيب دعوة الداعي، والنبي يقول له روح توضأ وقول يا محمد أشفعك لله، صح. أتوسل بك أمام الله. فهذا هو إشكالنا، أنه النبي يخالف الله سبحانه وتعالى. دقيقة. دقيقة. وفي شنو آية فاطر جاي تاكل أخرى. لو شنو؟ دقيقة يا أخي. في آية واحدة أخرى. لا قبل الآية الأخرى، أنت جاي تاكل لو شنو؟ على بالك، صدقني أول مرة نتلاقى مع شيعي محترم ويجادلني شغل عادي هكا نهضروا. حياك الله. هسه قبل الآية جاي تاكل. عادي نحن الناس. انا يا والله ننبهر شغل خطرات ندخل هكا الامور تاع يعني كتب تاع الشيعة منا، إيه. نلقى دمج صلاة الظهر مع صلاة العصر، نلقى. هاي النبي هم قاله، هذا نلقى النبي المشرك هم قاله، اللي قبل قليل أثبتنا أنه كفر بالقرآن. أطلع لك إياها أنه كان يفرق بين الصلاتين. وج- لماذا الله سبحانه وتعالى قريب مني من حبل الوريد وادعو عالي؟ اي بعد انت ادعي عن النبي، لا تدعي. ادعي عن النبي، ليش تضلل الامه؟ يعني في مسند احمد يقول لهم يعني ادعوا يعني بالنبي. يعني انا اذا يعني انت مشكلتك مع النبي مو وياي. يعني انا اذا يعني ي- انت مشكلتك.
لا، ليس مع النبي انا ولا مع المسند لا، احمد ولا مع الاحاديث. انا اقول بالقران. ها يعني انت مو مع القران اولى او النبي. صح، القران اولى او الاحاديث. لا لا، يعني فهمني. انت تقول انا مو مع دقيقه النبي. ما انا ويا القران، انت ويانا. يعني لا تقاطعني يلا. يعني لا تقاطعني حتى تفهمني. يلا. يعني في كاين شيء احسن من القران الكريم؟ هو انا وياك احنا كنا ويا القران، بس نقول النبي جاي يخالف هذا القران، فمن امن بيجي نبي؟ انا لم اقل لك النبي يخالف القران، قلت لك لماذا الله تعالى انت يقول. تدري انت تدري النبي هم يعبد القبور؟ هاي بيناتنا، هاي وحده ثانيه يعني، بس بيناتنا بدون ما يسمعون المتابعين. هم يعني يروح يزور القبور ويلطم يم القبور. لا صدق يعني والله، اذا تريد ابين لك اياه حديث صحيح، آه، بس حكي بيناتنا يعني، لا تقول للمتابعين. والله شوف، عندي واحد اذا تريد السؤال يدور ادز في لك اياها راسي. بالخاص. عندي واحد السؤال يدور في راسي لاهل الشيعه، ممكن بالك تقدر تجاوبني. اي تفضل. بس هسه متفقين انا قبل وياك ضد النبي. اي هذا النبي جاي قبل يقول الرسول، توسلوا بغير الله ويروح يزور قبل القبور. النبوءه، قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، جيد. بماذا كانت تستعين بماذا كانوا يستعين المسلمون في وقت عيسى عليه السلام، في وقت موسى عليه السلام؟ بماذا كانوا يستعين عندما لم يزد علي، لم يكن علي؟ بماذا كانوا يستعين المسلم؟ هم ايضا كانوا عندنا لو عندكم. كما تحب انت. اذا عندنا كما فاحنا تحب. عندنا الانبياء يعرفون محمد وال محمد، فكانوا يستعينون بمحمد وال محمد. حسنا. وكانوا يستعينون بعلي. اي هم ال محمد منه هو علي وفاطمه حسن والحسين وولد الحسين صلوات الله. يعني الانبياء ايضا كانوا يعرفون انه سياتي احد اسمه علي. اي طبعا، هو عندك انه حتى كانوا يعرفون النبي. النبي كان موجود قبل ادم بالحديث الصحيح: كنت نبيا وادم بين الطين بين التراب والماء. يعني النبي موجود ويعرفوه. حتى عيسى هو مبشر بالنبي، حتى انت افتح الكتاب المقدس موجود اسم النبي بالكتاب المقدس. لماذا ولا نبي واحد من جميع الانبياء قال اعترف بولايه علي او ذكر علي او لمح على كلمه علي؟ لا موجود، احنا عندنا انهم كلهم يعترفون بولايه علي وبالنبي والائمه. يعني علي مذكور في التوراه ومذكور في الانجيل ومذكور في الزبور. يعني مذكور عدد نقباء 12 كعدد نقباء بني اسرائيل، يعني مذكورون بالعدد 12 اماما. هذا موجود معروف بالكتاب المقدس، انه عدد الائمه موجود بالكتاب المقدس، النبي مبشر بالكتاب المقدس. مم. شو تضحك؟ هسه نبيك انت كفرت بي وتضحك على الشيعة؟ انت قرات يوما ما الزبور او الانجيل؟ اي انا قارئ الكتاب المقدس. قاري الزبور؟ هو وين حتى نقرا؟ قاري الانجيل؟ اي اطلع لك اهل البيت من الكتاب المقدس. طلع اهل البيت. حتى الامام المهدي موجود في الكتاب المقدس. يعني هو هذا الدين، يعني الدين الصحيح كان يبشر بالنبي، يبشر بالائمه، يبشر بالامام المهدي، لكن هم حرفوه وبقيت هذه. يا اخي انا راح نوضح لك واحد الامر. يعني انا راح نقول لك وانت يعني كما حنقولوا مثالك ولا اترك كما تبغي. ان شاء الله. هو احنا ان هيك شاء الله. نحب، انت تقدم دليل انا اقدم دليل. يعني انا يا سني من الجزائر. حياك الله. انا يا كجميع يعني جميع السنيين اللي معايا واللي نعرفهم وكامل يعني اهل الجزائر، ما كانش ولا يوجد ولا انسان يبغض علي او يكره علي. وقبل شويه ولا واحد واحد. سني صعد سب الامام علي. ايه، انا نقول لك على الناس اللي نعرفهم انا، ولا واحد. نقول لك حنا واش عندنا في المعتقد تاعنا. جميع صحابه رسول الله رضي الله عنهم كامل نحبهم. اللي ما يبغيش ولا يسب واحد فقط من الصحابه يعني خارج على الاسلام. جيد. انا يا ابوي اسمه علي واختي اسمها فاطمه. يعني من المحال انه نكونوا نكرهوا آل البيت ويكون ابوي اسمه علي. جيد. صحيح. صحيح. الاختلاف في رايي انا، الاختلاف بين السنه والشيعه مساله الولايه، مساله الائمه. يعني كيف لعظمة، لو كان علي عظيم بهذه الدرجة يعلم الغيب كما مذكور في كتبكم، يعلم الغيب، يدعو يعني الناس. شنو الاشكال انه الامام علي يعلم الغيب؟ اكو فيها اشكال؟ وفي القرآن الكريم في القرآن الكريم ذكر لا يعلم الغيب إلا هو. وين قال هيك لا يعلم الغيب الا هو؟ يعني فقط في القرآن؟ دقيقة. يعني انا بحياتي ما شايف بالقرآن لا يعلم الغيب الا هو. شو انت غير نبي وغير قرآن؟ يلا وين الدقيقة؟
يا الله اللهم صل على محمد وعلى محمد. شنو وين رحت؟ سورة الأنعام الآية 59. عندك القرآن؟ أنت قافل المايك مانيش نسمع فيك. اقول اقرا الآية ما عندي اشكال. دقيقة. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. اي يعني ما وش قال معناتها؟ لا يعني ما لا قال يعلمها إلا هو، لا يعلمها إلا هو، معناها لا يشترك في علمه أحد، معناتها ما كاش واحد يعلم معه مفاتيح الغيب. هو احنا هم نقول هيك، نقول ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الغيب بذاته ولا يحتاج لاحد، هو بالاصل هو العالم المستقل بالغيب، بس يمكن ان يطلع غيره على الغيب، مثل الايه الاخرى مثلا اللي هي ايه 27 من الجن، من سوره الجن. اقرا لك اياها لو انت تطلعها. تفضل اقرأ. الله سبحانه وتعالى يقول: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا، الا هذا استثناء، الا من ارتضى من رسول. فالله سبحانه وتعالى هو العالم المستقل، لكن الا من ارتضى من رسول فيعلمه الغيب. فعندنا وعندكم ان النبي يعلم الغيب، عندنا بالدليل ان علي بن ابي طالب يعلم الغيب. شنو الاشكال؟ عندكم ابن تيميه يعلم الغيب، بل يعلم ما في اللوح المحفوظ، فهذا ابن مو فد تيمية اشكال. ايه هي شو لا تضحك يعلم شيء، موجودة؟ لا لا يعلم موجود، شيء. لا يعلم ما في اللوح المحفوظ. والله ليش تضحك؟ لا أحد يعلم الغيب يعني إلا انت، الله. لا ابن تيمية لا همين أحد. الله هو ابن تيمية. لا استغفر الله. يعني انت ما مطلع على هذا الشيء، شو تضحك انت؟ لا أحد يعلم الغيب إلا الله. لا ابن تيمية ايضا، اذا تريد اعرض لك اياه، اذا توازيت كلش اعرض لك. وإلا تاع اللي كنت في سورة الجن اللي كنت تقول لي في الآية، إيه؟ إلا الا من إلا ارتضى من ماذا؟ رسول فيمكن ان إلا يعلم من غير الله الغيب إلا من بتعليم من الله. إلا من ارتضى من رسوله، من إيه؟ رسوله. لا 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 هل علي لا لا لا, رسول؟ لا مو هيك الايه، مو هيك الايه. آه. لا شنو ها، عبال عود لزمني بشيء، اقول مو هيك الايه اللي قريتها، الا من ارتضى من الرسول، مو هيك الايه. إلا من ارتضى من الرسول. لا مو هيك الايه، ماكو هيك ايه. لا، ربي سبحانه لا يطلع الغيب إلا الحاجة اللي بغى هو يبينها للرسول من الغيب، لا علي احسنت. ولا أحد ثاني. اذا يمكن للانسان ان يعلم الغيب، ماكو اشكال مو. بإرادة الله يعلم الغيب الرسول، آه. الرسل ماشي العباد، لا الرسل. لا لا قبل قليل جبت لي آية وردت تمشيها علي وقلت لا معناها يعلم الغيب دقيقة، إلا الله فقط، هسه قمت تقول هنالك معناها غير الله يعلم الغيب، معناها شلون معناها ابو بكر تغير يقدر كلامك؟ يطلع على الغيب. هو أقول له ابن تيمية يعلم ما في اللوح المحفوظ، يقول لي أبو بكر إيش جاي تحكي السالفة معناتها الله متطورة. معنى على حسب كلامك، معناتها الله يطلع ابو بكر على الغيب ان اراد، أي ممكن. ويطلع عمر على الغيب. هو ابن تيمية يعلم ما في اللوح المحفوظ، بقت على هاي. لا تروح لي على ابن تيميه، لا يعلم شيء من الغيب، لا لا احد يعلم الغيب الا الله. يعلم ما في انا اللوح اعجبني المحفوظ. اعجبني جيد، يلا راح أجاوبك. شنو سؤالك؟ بما انه قلت لي الله يطلع علي على الغيب، يمكن ان يطلع علي على الغيب، هل يمكن ان يطلع ابو بكر على الغيب وعمر على الغيب؟ إي بس يحتاج دليل يعني نثبت بيه، وعادي ما بيشكل. طيب عندك سؤال آخر؟ سؤال آخر أكو؟ حياك الله. شنو خسرتك سباير؟ شو خلصت؟ تفضل. قطعت الانترنت ولا ما؟ يا اخي انا ما قلتلكش فلان يعلم، انا من الاولى قلت لك لا يعلم، انا ما رجعش في كلامي، قلت لك لا يعلم الغيب الا الله. انت يا قلت لي علي يقدر يطلع على الغيب باذن الله، قلت لك انا عمر وابو بكر تسمى ثاني يقدروا يطلعوا على الغيب باذن الله، هكذا. بس يحتاج الى دليل، احنا عندنا دليل انه علي يعلم الغيب باذن الله، انتم ما عندكم دليل. ما هو دليل؟ يلا ايه اطلب الدليل، وانا اتمنى تقول لي الدليل والله. يعني انت صار لك ساعه ومن البدايه يقول لي اين الدليل حتى اطلع لك الدليل تخلص السالفه. الدليل هذا الدليل على ان الائمه يعلمون الغيب بتعليم من الله، انتهت السالفه. عندكم يعني مو عندنا، اما عندنا احنا السالفه منتهي. هذا تفسير عبد الرزاق، اللي هو عبد الرزاق الصنعاني من علماء القرن الثاني. هنا ماذا يقول؟ يقول عن أبي الطفيل، عن أبي الطفيل قال: شهدت عليا وهو يخطب ويقول: سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلا حدثتكم به، وسلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم
بليل نزلت أم بنهار أم بسهل أم بجبل إلى آخره. فمحل الشاهد يقول سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلا حدثتكم به. فعلي بن أبي طالب يعلم الغيب، وإلا كيف يجيبهم بالأسئلة التي هي بس دقيقة، فكيف يجيبهم عن الأمور التي ستحدث من زمنهم إلى يوم القيامة؟ فهذا بكتبكم علي بن أبي طالب يعلم الغيب. هنا يارك أحرجت روحك بلا ما تدري. أنت جاي تاكل، أنت شنو صايم مو صايم؟ أنت تقول يعلم الغيب بأي شيء حتى ليوم القيامة، يعني أي شيء يعلم الغيب. وقبيله وش قلت لي؟ قبيله ماذا قلت؟ قلت لي يطلع بعض الغيب، يمكن الله أن يطلعه على بعض من الغيب. والآن في التفسير تاعك أنه يعلم جميع الغيب. لا، احنا قلنا الإمكان أنه ممكن للإنسان أن يعلم بعض الغيب. هذا دليل على أن علي بن أبي طالب يعلم بعض الغيب اللي هو من زمنه إلى يوم القيامة. أما هنالك أمور غيبية أخرى يمكن أن لا يعلم بها. حسنا، فهذا عندكم أنه الإمام علي يعلم بالغيب. لا ليس عندنا. أنا كي تقول لي تفسير عبد الرزاق من علماء القرن الثاني، شلون تقول مو عندنا؟ أنا ما نتحدث على الشيخ بالمثال الشيخ الشيعي الفلاني أو الفلاني. أنا كي تبغي تعطيني دليل أعطيني دليل يا إما من السنة يا إما قال الرسول يا إما قال تعالى قال القرآن. تقول لي لا قال فلان لا قال فلان لا قال فلان. قول لي قال الرسول. يعني علي بن أبي طالب يكذب؟ لا يكذب. قال سألوني فما سألتموني من شيء إلى يوم القيامة إلا وحدثتكم به. هل هو صادق أم كاذب؟ حتى النبي كاذب قبل قليل قلت، والإمام علي هم كاذب، وتخرب السالفة. أعطيني الحديث هذا في صحيح مسلم أو صحيح البخاري. أو يعني تأخذ فقط في صحيح مسلم وصحيح البخاري؟ لأنه أعلم بدون ما أرى هذا الحديث أعلم بأنه لا يوجد. طيب بدون ما تعلم بهذا الحديث أعلم أنه لا يوجد في صحيح مسلم أو صحيح البخاري. يفتهمنا. أنت شو تقول؟ تقول أنه فقط أخذ بما في صحيح مسلم وصحيح البخاري، مع أن علمائك إذا جئنا إلى علمائك اللي هو ابن العثيمين، هذا فتاوى على نور الدرب، يقول ماذا يقول؟ يقول إذن النتيجة، إذن المدار على الصحة، فأي كتاب كان فيه حديث صحيح فإنه يجب عليك أن تقبله. هذا ابن العثيمين في كتابه فتاوى على نور الدرب، محمد بن صالح العثيمين، هذا كتابه يقول أنه كل حديث صحيح يجب أن تقبله ولا يشترط. طبعا هاي يسألوه يقولوا له هل الحجة فقط من الصحيحين البخاري ومسلم؟ يقول لا، كل حديث صحيح يجب أن تقبله. فأنا اختصرت لك هذا، أريد أقرأ لك السؤال والجواب. أنا عندما أقمت عليك الحجة أنت عندك النبي كاذب حاشا، عندك الإمام علي كاذب، وعندك ابن عثيمين كاذب، بعد من تريد تدخله بالكذابين؟ أنت من تكذبهم؟ لا أكذب أحد. لا أنت قلت النبي يخالف كلام الله. لو علي رضي الله عنه يعلم بأنكم تدعون. لا أنت قلت بس دقيقة لا قبل هاي الخطبة عليك الله، قبل هاي الخطبة، لا قبل هاي الخطبة. أنت قلت الله يقول في الكتاب أنا أقرب من حبل الوريد، وكل شخص يقول خلاف ذلك فهو كاذب. طلعت لك النبي يقول ويعلم أن يدعو بنفسه، أن نقول يا رسول الله اللهم استجب لي بحق رسول الله، أستشفع بك يا رسول الله أمام الله سبحانه وتعالى. فالنبي يخالف القرآن، هاي النقطة. الإمام علي أيضا يخالف ولا يقبل كلامه. بعد منه ابن عثيمين قال كل حديث صحيح يؤخذ به، وانت تقول لا أنا أخذ فقط فيما في الصحيحين. ايش بقيت بالدين؟ راح تهلسه. مو مشكل. يلا مو مشكل. بعد منه حتى يسقط اللي بعده. لماذا أنا جاوبني على هذا السؤال؟ لماذا الله أقرب من حبل الوريد أتركه وأدعو علي؟ هو أنا وياك، أنا أقول أنا مع القرآن، لماذا أترك القرآن وأخذ بالنبي الذي يقول توسلوا به؟ قل لي السبب لماذا، قل لي لماذا أقول يا علي ولا أقول يا الله؟ والله يقول لي أدعوني فأستجب لكم، ويقول في آية واحدة أخرى أقرب من حبل الوريد. يعني اللي يقول خلاف هذا الكلام شنو توجه له كلمة؟ هل هو مسلم؟ هل هو مؤمن بالقرآن؟ أنا لا أقول لي قول خلاف هذا الكلام، أنا أتحدث عن ولاية علي. قل لي لماذا أقول يا علي، يعني أقنعني علىهم، قول يا علي. لا عف هاي السوالف وهذا الأسلوب. أنت تقول القرآن يقول أنا أقرب من حبل الوريد، فلماذا تدعون من دون الله؟ لماذا تتوسلون بغير الله؟ لماذا تجعلون وسائط بينكم وبين الله؟ سؤالي من يفعل ذلك ما حكمه؟ إذا لم يكن حكمه شيء وليس بمذنب فلسنا بمذنبين. إذا كان عندك حكم آخر إليه فتفضل، شنو حكمه؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقدر يقول يا علي، يا علي يدعي به كواسطة. أقول لك أنت صايم؟ أنتم تشركون الملك مع لا الله. النبي عندك مشرك، إحنا ايش علينا؟ لا يعني أنا لم أقل يعني أرجع أعرض لك الرواية. أنتم تشتركون الملك لله. أرجع أعرض الرواية، يلا ما يخالف. القرآن شي يقول أنا أقرب من حبل الوريد. النبي شي يقول؟ وين النبي؟ لعبينا جولة هذا النبي. وين راح؟ النبي أين النبي؟ المهم راحت مني ما أدري وين. أي هاي مسند أحمد. أنت تقول القرآن، هسه احنا نشوف ويا القرآن لو ويا مسند أحمد والنبي. القرآن يقول لا تدعوا مع الله أحدا، الله أقرب من حبل الوريد، لا تجعلوا الوسائط. خلينا نشوف مسند أحمد شي
يقول يعني انه يعني بنظر بس دقيقه يعني بس عندما دقيقه يقول بس دقيقه يعني يا بس تفضل دقيقه. عن عثمان بن تفضل. حنيف ان رجلا ضرير البصر اتى النبي، فالنبي ايش علمه؟ علمه ان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اني اسالك واتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمه يا محمد. اذا النبي يخالف القران، فانا من اتبع قران لو اتبع نبيكم. شنو حكم حسن. اللي يقول التوسل بغير الله واجعل الوساط بيننا وبين الله؟ ممكن تتفضل وتجاوبني ولو نص سؤال، او تقول مثلا الصيام مأثر علي ما اقدر اجيك ورا الفطور بخدمتك. ليش انت صايم؟ لا احنا مشركين منصب. يعني بما انه انت عارف باللي انا صايم وانت صايم، يعني الاختلاف اللي راح بيناتنا. لا انا اختلف ويا هذا النبي اللي بمسند احمد نبي والسنه يخالف القران. القران يقول انا اقرب من حبل الوريد، والنبي يقول لا ادعوا وتوسلوا بي امام الله، فانا خالف هذا النبي. معليش حسن، القرآن يقول ولا تدعوا مع الله إلها ولا ايه تدعوا مع الله والنبي أحدا. يقول ادعوا مع الله، ادعوني مع الله. النبي هذا يعني مسند احمد لا كتاب سني، احمد بن أجبني، حنبل من الائمه. ولماذا تدعو أنت علي والله يقول في القرآن الكريم لا تدعوا مع الله انا إلها. مشرك، انا مشرك. احنا جاي نتكلم عن اهل السنه، يعني اهل السنه والمجاعه. لو قلت لي أنا من الأول أنا مشرك ما نطلعش معك. يلا شكرا، العفو نسيت اقول لك. أنت أنت تعرف يعني الآية انت لا دقيقه انت من أنت عندك صعدي. إجابة واحدة لا أنه بس تقول لي دقيقه بس القرآن دقيقه بس محرف. دقيقه. أنت لا أنت القران عندك محرف إجابة شنو؟ واحدة، هاي يا إما لعبه تقول لي قديمه. القرآن محرف. بس دقيقه القرآن محرف ولا مش محرف؟ لا بس دقيقه بس دقيقه. يعني سؤال انت القرآن بس محرف دقيقه، أم لا بس دقيقه هسه جاوبك، بس اعطيني دقيقه. تفضل. انت صعدت قلت القران يقول لا تدعوا مع الله وانتم تشركون النبي وعلي واهل البيت مع الله، يعني انت كنت تعرف انا مشرك اول ما صعدت، صحيح؟ يعني أنا عم أسألك، أنا ما لا بعرف صحيح، أنا. بس جاوبنا على هذا السؤال، جاوبنا على نص لا سؤال. انا والله ما اعرف، انا لا طلعت بس عندي سؤال، انت صعدت قلت القران يقول لا تدعوا مع الله والشيعه يشركون بالله يدعون علي وغير علي، يعني انت كنت تعرف انا مشرك، صحيح؟ يعني انا جاي استفسر لماذا انت تعرف الايه وتشرك، هذا هو سؤالي. يعني كنت تعرف انا مشرك. يعني اجب لي، يعني برر لي. اجبني. يعني انت قبل قليل قلت انا لو اعرف انك مشرك اصلا ما اصعد، والان تبين انه انت صعدت لان تعرف انا مشرك. يلا هاي نمشي لك اياها، اذا عندك سؤال اخر تفضل. يقول لا انا هسه تفاجات انه انت مشرك، لو ادري بيك مشرك ما اصعد وياك. هو انت اول ما صعدت سؤالك كان لماذا الله اقرب من حبل الوريد ولا تدعوا مع الله احدا وهاي الايات والشيعه وانتم تشركون وتجعلون علي واسطه بينكم وبين الله، يعني كنت تدري انا مشرك، ليش صعدت ما ادري. المهم افتح لنا المايك وتكلم، تفضل. ايه تفضل. يا اخي اجبني يا اما القران محرف يا اما انت مشرك، عندما تقول انت تعرف النبي الآية مشرك، النبي في مسند احمد مشرك. يعني انت لما تقول النبي مشرك اصلا غير بهذا اللفظ، يعني حتى ولا بمزحه بغير بهذا اللفظ، لما تقول النبي مشرك هذه معناتها ماكش من محبين النبي اصلا. لا مو محب للنبي وهاي الامور. مشرك يعني النبي يجعل شركاء مع الله. مسند احمد حديث صحيح صححه 4 من انتم تجعلون شركاء مع الله الائمه. بس انا اكمل عباره يعني دقيقه هاي بعدين. 4 محققين صححوا حديث في مسند احمد ان النبي مشرك. مشرك شنو يعني؟ يعني يجعل مع الله شركاء على حسب موازينك. النبي مشرك، فالنبي مشرك والشيعة مشركين. ها هي هسه انا اسالك سؤال انت كده كمسلم، يعني بعمر وابو بكر، يعني مو بالنبي، لان النبي مشرك عندك حسب موازينك. ممكن حسب موازينك انت القران محرف، يا اما الايه هذيك محرفه. الدليل انت تدعو علي وفي القران يقول ولا تدعو مع الله احد، يعني شو فسر لي هذه. القران محرف، اكو ايه اخرى يعني تقول ادعوا بعلي بن ابي طالب. انت مو تقول الشيعة يقولون القران محرف؟ انتوا الشيعة تقولوا القرآن محرف. اي انتوا عندكم هاي الايه، احنا عندنا ايه تقول وابتغوا اليه الوسيله بهذا القران المحرف. انتوا عندكم هاي الايه بقرانكم المو محرف؟ يبتغوا اليه الوسيله، يعني العمل الصالح، يعني الصلاه، يعني الصيام. انت راك صايم تتقرب الى الله بالصيام تاعك، ماشي بعلي. بس لا تشغل الراديو رحمه والديك، هي كلمه واحده. ممكن تعطيني دليل على ان الله اراد بابتغوا اليه الوسيله انه في الطعام والفطور والسحور والاعمال الصالحه؟ يعني واستعينوا بالصبر والصلاه. لا هاي ايه اخرى جاي اسال عن ابتغوا اليه الوسيله. واستعينوا بالصبر والصلاه، هذه وسيله مش وسيله؟ ما اقول لك انت صايم الظاهر لازم تجيني ورا الفطور، لان عقلك يعني مضروب حاليا. اذا قلت لك انا يا مسلم وما نصليش وما نصومش وقلت لك انا يا مسلم غير بالكلام ورا الوسيله. انت ما يصير تكون مسلم وما تامن بالنبي. النبي يقول ابتغوا الوسيله واجعلوني وسيله بينكم وبين الله، فانت قلنا هذا النبي ما نؤمن به، مشرك. هسه بحث اخر. احنا مو كل ساعه ترجعنا على النبي اللي بمسند احمد حسن اللي قال اجعلوني وسيله. انا نآمن بالرسول ونآمن بعلي ونآمن لا لا تؤمن بالرسول فكلام النبي حجه عليك. النبي قال اجعلوني وسيله. انا نآمن بجميع الرسل ونآمن بالله، نآمن بكل شيء وما نصليش وما نصومش، هل انا مسلمه؟ حياك الله.
يقول أنا مسلم وأؤمن بالنبي، مو 100 مرة طلعت لك النبي يقول توجهوا إلي وادعوني واجعلوني وسيلة بينكم وبين الله، حديث صحيح صححه 4 من المحققين، يقول لا أنا أتبع النبي، وهذا كلام النبي. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد.